السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواني الاعزاء، الف مرحبا بحضراتكم. كلام كتير قوي 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 على ماتش ولاد العم الزمالك والاسماعيلي. يعني الماتش خلص وقلنا على الصفقات الجديدة واتكلمنا وخلاص. يعني المفروض ان احنا عقبنا انما لا، ده الناس مشحونة شحنة سودة. الاهلاويه مشحونين شحنه سودة، طلعين شبانه وابراهيم سعيد واكيد جلال. لا، ما عادش بسمعه اصلا، عرفت. وشبانه والله طلع لي بالصدفه يعني، وابراهيم سعيد بالصدفه يعني. والله زي اقول لكم كده. لا، والتكسير في الزمالك ولاعيبه الزمالك، ومركزين قوي مع عبد الله السعيد يا جماعه. ناس مركزه قوي 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 مع عبد الله، يخرب بيت الشغل. ده عبد الله السعيد عامل لهم هيسس بجد. انا كنت بطلع اقول تعبير مجازي انه عامل لهم هيسس، اتضح ان الراجل عامل هيسس بجد. والتاني ابراهيم سعيد عمال يقول وازاي حسام مش يعني يتفرج 22 لعيبه يفهمش ولا واحد يصلح للمنتخب. يعني في اقول ايه بس، اشتم اقول ايه بس، عيب علينا حتى. يعني هو لو لعب مع الاهلي وكان الاهلي بهذا السوء هتطلع تقول الكلام ده؟ لا طبعا. هتشيد وتبدع وتمجد وتقول حسام حسن ياخد فريق الاهلي كله يلعب للمنتخب. بطلوا وساخه بقى، انضفوا بقلبكم الوسخ ده. انضفوا بقلبكم الوسخ. عندكم ويقول لك الفتنه، فتنه ايه ونيله ايه؟ الله يخرب بيوتكم. فتنه ايه ونيله ايه؟ ده بقول لك ولا واحد من اللعيبه اللي شاركت او اللي اتغيرت يصلح للمنتخب. وده على فكره ده اول ماتش. يعني ايه الرساله اللي انت عايز توصلها يعني مش فاهم ايه الرساله، ايه حضرتك اللي انت عايز توصلها؟ ما عادش في مصر الا لعيبه الاهلي ياخدوا المنتخب من الاهلي مثلا ويبقى كده تمام، ومن ضمنهم بيرسي تاو والباك الشمال بتاعك وده معلول وبتاع، وتبقى 100 100 يمثلوا منتخب مصر. ايه العباطه دي يا ابني؟ مش كده يا ابني. اما تحب تمسح جوخ او تعرص او تعرض واتيفر بقى، بالضاد بالصاد واتيفر، مش كده يا ابني، مش كده. ارحم نفسك وارحم فؤادك. انت اهلاوي خلاص تمام، وخدت هوا 100 100 ولقيت لك لقمة عيش زي الفل. بس كفى يا ريس، كفى يا استاذ. يقول لك انت اقسم بالله هي كده. انا فاتح شغال لوحدي وما عنديش وقت كل ساعة اروح للتليفون اهو شغال. والحمد لله ما جابليش احمد جلال، اللهم لك الف حمد وشكر. اللهم لك الف حمد وشكر. خلاص ده بقى يعني بالضبه والمفتاح. كنت احسبه يعني ناقدا رياضيا محترما. الباقي على شبانه بصراحه، يعني الدور على شبانه. ايه يا جماعه؟ في ايه؟ يخرب بيت دي شغله. عبد الله السعيد عامل لكم الهيسس ده كله؟ ودي بالكم يعني ده القاعده تقول لك ان طالما كده يبقى الراجل ده ما هو الراجل ده لو فعلا مفيش فيه خير كلمه وخلصنا. انما على طول يعني بيجد هذا يعني او هذه المحاربه، لا يبقى الراجل ده فعلا زي ما الكتاب بيقول. وتفتكروا يعني ان كلامكم ينقص من قدر عبد الله السعيد في نادي الزمالك او في قلوب الزملكاويه او في الكره المصريه اصلا؟ اثرى وسيثري الكره المصريه بكل الخير، والناس فاكراه وهتفتكره، ولسه قدامه كتير يقدمه عادي. ماتش صعب على الكل. المدرب لسه بيكتشف وبيستكشف، ولسه ما هو الراجل مش العصا السحريه يعني. في ماتش صعب وارضيه وحشه وتغييرات اضطراريه اضطرت ان الراجل يغير في التشكيل ويغير في الخطه وبتاع مش عارف ايه. انما هل هذا ينقص من قدر عبد الله السعيد؟ ومالك بقى على ناصر ماهر؟ زعلانين قوي ان الناس بتقول ان ناصر ماهر شكله لايق على الزمالك. ازاي؟ ده المفروض يبقى ابن 60 في 70، واللي جابه ده يستاهل ضرب القديمه.
ده المفروض الكلام اللي يتقال علشان الناس دي يجي لها نوم. يا جماعه في ايه؟ يخرب بيوتكم، يخرب بيوتكم بجد. ايه الغل والحقد ده؟ كفى. ومركزين قوي 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 على البنالتي اللي يقول لك كان للنادي الاسماعيلي، مركزين قوي قوي. طيب يا عم الفلوطه، كام بنالتي جه على النادي الاهلي؟ فيش ذكر منكم في بطاقه، ذكر في بطاقه طلع يتكلم ولا يقدر يتكلم. وانا وقفت لكم بقى، اقسم بيمين الله، اقسم بيمين الله، اقسم بيمين الله، لا هقول بالاسم وهطلع واقول بالاسم، وانا هتفرج عليكم في مطوشة الاهلي علشان اشوف بس رد الفعل. انتوا يا جماعه بتقبضوا حلو انا عارف يعني، وكونكم تعرصوا او تعرضوا بالصاد او بالضاد وطفر تاخدوها على صدركم باي محمل وباي حرف، انا مش فارقه معايا، بس افهموا ان احنا فاهمين، ان احنا فاهمين مش كده. يخرب بيك كده عرس. ايه ده؟ ايه الناس دي؟ انتوا اتعميتوا خلاص. يعني انا بطلع يعني يعني انا راجل زملكاوي فبطلع اقول بتكلم براحتي، انما المفروض انت راجل محايد. يعني انت راجل محايد، قول انك اهلاوي وخلاص اوكي، احنا هنفهم بقى. ما تقعدش بقى ايه يعني تجيب الحدوته والسيره ووجع الدماغ ده علشان كده الموضوع بقى اوت اوف كنترول يا جماعه. ما ينفعش. واحد يقول لك، ومش هقول لك انت مالكش دعوه بالزمالك، لا ده انت ليك دعوه بالزمالك وبكل الدنيا زي ما انا ليا دعوه. ممنوع حد يقول لحد مالكش دعوه، لا لينا دعوه بالكل، لينا دعوه بكل الناس. ولازم اطلع واقول رايي، ده اللي احنا اتعلمناه. انت عندكم السيستم ممشيكم زي ما اعرفش انا الدنيا ماشيه عندكم ازاي. انا بعيد عنكم بقى اكتر من 30 سنه، فمش انا اعرفش. انا بتعامل باللي احنا اتعلمناه في البلد دي، باللي احنا شفناه في البلد دي. وهنفضل ولاد عم، وهيفضل الاسماعيلي ولاد العم، وهذه القله لن تجدي نفعا. يعني اللي عملوه واللي قالوه قله قليله لن تجدي نفعا. وهنشوف اذا الامر اتكرر ولا يبقى بقى في ولا. شوفوا المطاف معدي، عاد السرينة لازم الكل بلا استثناء ياخد يمين تحت اي ظرف، ممنوع منعا باتا اي حد يبقى قدامه او في اتجاهه. كل الناس اللي ماشية كلها لازم تحضن يمين خالص، يبقى كلهم في لاين واحد في اليمين ويفضلوا كل الدنيا علشان يعدي. الاساتذه اللي عملوا البتاع يعني هيقدروا يوقعهم بين جماهير الاسماعيلي وجماهير الزمالك اللي بينهم وبين بعض حب منذ بدء كرة القدم. يعني انت بتتكلم في ايه؟ انت هتروح فين انت بين جماهير الاسماعيلي والزمالك؟ واتمنى من الله طبعا ان مجلس اداره الاسماعيلي، وان كان نصر بالحسن طلع قرار ان هو يعني يشجب ويدين، بس عايزين نشوف موضوع تشجب وتدين دي. المفروض بقى تجيب الناس الجميله اللي عملت اللوحه دي وتوقع عليهم عقوبات عشان الامر ده ما يتكررش. ان عيب، فاهم يعني؟ افهم نرفزه ملعب ولاعيبه وبتاع ومش عارف ايه، مفيش الكلام ده اخوات بره، انما في الملعب مفيش. نلعب اوكي، انما الجماهير واعتقد ان هم طبعا شويه ولاد صغيرين. يعني انت حتى شفت الاشكال دون ال20 ده عيال صغيره يعني، فطبعا يعرفوا ايه عن تاريخ الناديين او
وربنا يستر من اللي جاي يعني. الواحد بيحذر اهو، لان لو الامر فضل بهذا الشكل هتبقى فيها مشاكل جمة، مشاكل جمة ان شاء الله. يعني الخير بين الناديين مستمر، ودول زي ما احنا بنقول ولاد العم يعني. لكل الناس اللي مفكرين ان هم يقدروا يضايقوا او يزعلوا عبد الله السعيد او ناصر ماهر، الاتنين دول خاصة يعني، اساس ان هم يعني ايه بعتبرهم من الاهلي واحنا خدناهم. والله انت عايز تعتبرهم كده اعتبرهم، احنا ده بالنسبة لنا ده لسه في كتير قوي جاي، القايمة طويلة يعني، مش فارق معانا حاجة ولا اي حاجة. وكلامك لن يجدي نفعا مع عبد الله السعيد اللي انت بتحاربه من اول ما ساب النادي الاهلي، وما زال هو من اكبر لعيبة حريفة في مركزه في تاريخ الكورة، والكل يعلم هذا. ودخل نادي المئة وكسب القضية بتاعته معاكم وشحتفكم، وخد منكم ال 2 مليون دولار يعني. اقول لك ايه واعيد لك ايه، عبد الله السعيد يا وناصر ماهر يا جماعه بقى وراهم ظهير جماهيري دلوقتي، ما عادتش الناس لوحدها، انت بتتكلم وراهم جماهير زمالك، فافهم يعني. لا تعرف تخش ولا تضايق ولا والماتش كان صعب. اللي جاي بقى نبص له بالعقل، شوف بقى الحلاوه بتاع عبد الله السعيد وناصر ماهر، الصفقات الجديده لما يلعب الناس كلها يعني خير ما بعده خير ان شاء الله. سنستمتع سويا باداء نادي الزمالك في الفترات الجايه، واشوفكم ان شاء الله لو قدرنا نتكلم على زياره الخطيب الذي هتف له في نادي الزمالك بيبو الله يا خطيب. فطبعا زيارة محمودة وإن شاء الله تتكرر، وربنا ما يدخل بين نشطان بإذن الله تبارك وتعالى. أشوفكم على خير.